السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة أكلة حلوة قوي. الأكلة دي لو مستعجلين بقى ومفيش وقت علشان تعملوا أكل، هنعمل الأكلة دي بسرعة جدا. لو مفيش وقت هنعملها برضو لأنها بتتعمل بسرعة وما بتاخدش وقت ولا مجهود. عملنا كده شوية سلطة طحينة مع شوية كفتة مع شوية رز قمر كده، أكلة فعلا تجنن. هنبدأ وصفتنا على طول وهنقول ازاي عملنا العظمة دي. بس قبل ما ابدأ معاكم وصفتي، انا عزة مصطفى وبتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا كل وصفاتي الجديدة. شايفين جمال الرز البسمتي بتاعنا النهاردة حلو قوي، بطريقة سهلة وبسيطة، لكن طعمه وشكله فعلا خطير. هنعمل الرز البسمتي الأصفر بطريقة سهلة بسيطة لكن النتيجة حلوة قوي. كمان عملنا الكفتة جوسي طرية، مش بتفك، لكن طعمها كمان كان خطير. عملنا الكفتة وعملنا الرز بطريقة سهلة وبسيطة، والأكلة كانت فعلا آخر عظمة بجد، عظمة جدا. طبعا بنعمل الأكلات السريعة دي كتير قوي علشان احنا بقى في الصيف ومش هنقف في المطبخ كتير. بنعملها بسرعة علشان الولاد كمان بيحبوها قوي. شايفين جمال حلوة قوي. الكفتة كانت فعلا جميلة جدا، مش مكتومة، هشة طرية لذيذة قوي، كمان مع سلطة الطحينة حاجة كده حلوة قوي. هنا أكلتنا الجميلة، ويلا نشوف عملنا العظمة دي ازاي. معايا نص كيلو من اللحمة واللي كان فيها نسبة من الدهون. حطيت عليها مع بصلة كبيرة مفرومة ناعم جدا. هنحط كمان الملح والفلفل بالشكل ده، وطبعا الملح والفلفل على حسب كمية اللحمة. هنا هنحط كيس كده من بهارات الكفتة، واللي بنجيبه كده من السوبر ماركت وبيكون جاهز، واللي بيضيف كمان للكفتة طعم وريحة حلوة قوي. هنا ما حطيتش بس غير الفلفل والملح، بعد كده حطيت كيس توابل الكفتة وكان طعمه حلو قوي وكان كفاية. هنبدأ هنا نعجن بقى الكفتة بتاعتنا كويس جدا علشان الأنسجة بتاعتها كده تتماسك وما تفكش معانا واحنا بنسويها. طبعا الكفتة لازم تتعجن جامد قوي لحد ما نوصل للنتيجة دي، وبتكون كده بالشكل ده. هنا خلصنا الكفتة وهنسيبها وهنركنها بقى على جنب لحد ما نعمل الرز، ودي اللي هنصبع بيها الكفتة وهقول لكم ازاي. هنا حطينا بقى الحلة بتاعتنا على النار، وحطينا كمان شوية من الزيت، وهننزل بقى بلوري وحبهان وقرفة وقرنفل. وطبعا انتوا عارفين توابل الرز البسمتي بتكون ازاي، آه عملناها قبل كده في فيديو قبل كده يعني. وهنحط بقى كل الحاجات دي تتحط كده في الزيت علشان ريحتها تطلع كده، نحمصها شوية كده لحد ما الريحة الحلوة كده تطلع. بعد كده هننزل بقى عليها بالمية، وبعد ما حطينا المية بقى هنحط بقى معلقة من البودرة دي من عند العطار. هي بتدي لون حلو قوي للرز، وكمان صحية جدا، يعني مش فيها أي مشكلة، لكن بتدي للرز لون حلو قوي. دي بتهيألي كده والله أعلم اسمها بودرة الزعفران. هنحط كده كمان 3 مكعبات مرقة بالشكل ده، وهنسيب بقى التوابل تغلي كام غلواية كده مع المية عشان تطلع منها كل الريحة الجميلة وتطلع منها كل الطعم الحلو في الرز. ولحد بقى ما نغسل الرز ونصفيه كويس، وننزل بالرز بتاعنا بقى على المية دي اللي بقت بتغلي كده واللي فيها كل التوابل. حطيت هنا نص كيلو من الرز البسمتي، وهنقلب بقى، وطبعا هنظبط المية كويس جدا بحيث ان هي تغطي الرز جامد قوي، لانه احنا عارفين ان الرز البسمتي بياخد ميه اكتر من الرز العادي بتاعنا. بس كده كانت الكفته خلاص ارتاحت معايا. وهنا ده معايا بقى معلقه من الكاتشب على ميه البصل اللي كانت فاضله معايا، وشويه فلفل اسمر، وهنصبع الكفته بتاعتنا بالحاجات الجميله دي. والكفته معايا جميله قوي. العجينه بتاعت الكفته ارتاحت شويه علشان نقدر نشكلها كده ونتعامل معاها، لازم نسيبها ترتاح شويه
وتتشمع كده شويه مع نفسها شويه. بعد كده نبدأ ان احنا نصبع الكفتة كده على عصيان الشيش او حتى معلقة او اي حاجة عندك. لو ما فيش سيخ بقى ممكن ان احنا نصبعها على اي حاجة، المهم تكون يعني متفرغة كده من جوه وهشة وطرية قوي. بالشكل ده صبعتها على عصيان الشيش بالشكل ده، وكنت بقى ببل ايدي كده من مية البصل والكاتشب علشان الكفتة تبقى معايا طرية كده وجوسي وحلوة قوي. طبعا هنعمل كل كمية الكفتة، وبتتعمل برضو بسرعة، بتتشكل كده بسرعة، مش بتاخد وقت ولا اي حاجة، والنتيجة برضو بتكون حلوة قوي. وطبعا هنسويها في الجريل، يعني هنشوي الكفتة في الجريل بسرعة جدا، مش هنحتاج الفرن ولا هنسخن كده المطبخ والدنيا تبقى حر، لا احنا هنحطها على طول في الجريل كده. وهنا بدأت بقى ان انا ادهن كده وش الكفته ببقيه ميه البصل والكاتشب عشان تدي لون حلو برضو للكفته بالشكل ده. وانا ما حطيتش اي ماده دهنيه خالص في الجريل، الكفته نفسها كان فيها دهون، فانا ما حطيتش اي حاجه دهنيه خالص، لا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. بدات هنا اقلب الكفته، وكانت خدت لون حلو كده من تحت كده، وبدات اقلبها على كل ناحيه علشان تاخد لون حلو قوي بالشكل ده. طبعا الكفتة ما خدتش وقت في التسوية، طبعا علشان ما نولعش كده الفرن في الحر ده، احنا عملناها كده في الجريل، كانت مشوية وطعمها حلو قوي. ولو حابة تضيفي ليها طعم وريحة الفحم، وممكن ان احنا نعمل لها فحمية، وعارفين طريقتها طبعا. لكن انا عملتها كده بسرعة جدا وما خدتش وقت ولا اي حاجة، بس كانت حلوة قوي، ولونها زي ما انتم شايفين كان حلو قوي بالشكل ده. لون الكفتة كان خطير جدا، وكمان كان طعمها حكاية بجد يعني. كيس الكفتة، كيس بهارات الكفتة أضاف ليها طعم حلو قوي، خلى طعمها حلو قوي. بجد الكفتة النهاردة كانت حلوة قوي، أكيد لو جربتوها هتعجبكم جدا. هنا كان الرز بتاعنا خلص خلاص بالشكل القمر ده، شايفين الجمال بقى. بودرة الزعفران بتضيف للرز طعم ولون حلو قوي بالشكل ده، وبتخلي لونه فعلا قوي جدا، ولونه كده حلو قوي يعني، لون قوي كده، وبرده كان طعمه حلو قوي. بجد هتعجبكم جدا لو جربتوها. هنا عملنا خلاص الرز وخلصنا الكفتة، وبدأنا هنا نغرف الطبق القمر بتاعنا، وبالشكل القمر ده كان طبقنا النهاردة. الرز كان فعلا خطير بجد، لو جربتوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا. هنا بقى بدأنا نغرف الطبق الجميل بتاعنا علشان بقى نتغدى، يلا بالهنا والشفا. حاجة كده حلوة قوي، أكلة فظيعة جدا، أكلة جميلة جدا، أكلة كده في منتهى الجمال. أحلى أكلة ممكن تعملوها بسرعة قوي، متاخدش وقت ولا مجهود، لكن طعمها حلو قوي. هنا بقى عملنا سلطة الطحينة بالشكل القمر ده، وكانت فعلا خطيرة بجد. هنبدأ هنا بقى نتغدى، يلا. وفعلا أكلة خطيرة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تتابعوني وتشتركوا في القناة، وياريت تحطوا لايك للفيديو.